السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب أولى إعدادي. يا رب تكونوا بخير. أول حاجة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. معاكم مستر مصطفى عمر، مستر العلوم الإعدادية. النهاردة هنشرح أول درس عندكم، درس الفلزات ولا فلزات. يلا بينا. طيب، عاوزين نتفق على شوية حاجات قبل ما نبدأ. احنا طبعا كلنا عارفين إن العالم فيه عناصر كتيرة جدا، حوالي 118 عنصر. عملناهم في جدول سميناه الجدول الدوري الحديث. طيب، العناصر دي العناصر عندنا انقسمناها لنوعين: نوع طبيعي ونوع صناعي. النوع الطبيعي ده ربنا اللي خلقه لنا. يعني ايه ربنا اللي خلقه لنا؟ يعني بنلاقيه في باطن الارض او بنلاقيه في الهواء. زي ايه يا مستر؟ زي مثلا الذهب او الاكسجين، وده عددهم بيبقى 94 عنصر في الجدول الدوري اللي هو 118. طب الصناعي ده اللي عملوه الكيميائيين اللي هم العلماء في حاجة اسمها المفاعلات النووية. الكلام ده مش عليك، بس انا بمهد لك للمعلومة. المهم، هم عملوه في حاجة اسمها المفاعلات النووية. حاجة كمان فرق ما بينهم ان الصناعي ده بيبقى الاستقرار بتاعه قليل. الصناعي اللي احنا عملناه بيبقى فترة نصف عمره او استقراره قليل، غير الطبيعي طبعا. يعني الاكسجين فترة نصف عمره بتبقى اطول بكتير من اي عنصر صناعي احنا صنعناه. طيب، انا بشرح لك ده ليه؟ لان احنا العناصر دي احنا اللي مقسمينها ل 118 عنصر. احنا قسمناها لفئات. اهم الفئات دي واللي احنا هندرسهم النهارده هي الفلزات، وتاني فئة اللافلزات. طيب، ازاي يا مستر بقى لو انا عندي عنصر زي الاكسجين ده اعرف اقول عليه فلز او لا فلز؟ بقول لك ان في فروقات ما بينهم، في فروقات كيميائية وفروقات فيزيائية. طب نسمي الله كده. اول حاجة محتاجين نعرفها، احنا على اي اساس بنجيب الفروقات ما بين الفلزات واللافلزات؟ احنا عندنا الخواص كيميائية وفيزيائية. طب يعني ايه خواص فيزيائية؟ الخواص اللي احنا بنقدر نشوفها او بنقدر نمسكها، يعني مثلا الصلابة، اللمعان، قدرة على التوصيل الحراري او الكهربي. لكن الكيميائي دي الحاجات اللي العلماء او الكيميائيين بيعرفوها، زي مثلا خواص المادة او تركيبها الكيميائي. الذرة فيها مثلا في العنصر ده كام الكترون حوالينها بيدور، والكلام ده. تعالوا نعرف اول حاجة الخواص الكيميائية للعناصر. نسمي الله كده، نعمل جدول كده: الفلزات، وهنا اللا فلزات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك ان الفلزات لازما العناصر او المستويات الاخيره للعنصر تبقى فيها يا الكترون يا اتنين يا تلاتة. ومادام فيها عنصر او اتنين او تلاتة، احنا عشان مثلا هنا العنصر فليكن مثلا هنا اتنين تمانية واحد، توزيع العناصر. فالواحد ده هي العنصر دايما بيميل انه عاوز يبقى في حالة استقرار، ولا انت تاخد مني ولا انا اديك حاجة. فعشان هنا يميل لحالة استقرار اكيد مش هروح اديله 7 الكترونات عشان ده يبقى 8. فبيفقد الواحد ده، بيتحول لايه بقى؟ هنا بيتحول لحاجة اسمها ايون موجب. تمام، بيميل الى الفقد. تمام. هنا بقى اللافلزات عكسه. بيبقى هنا اهو، ندي نفس المثال 2 8، لكن ده بيبقى ايه؟ بيبقى 5 6 7 في مستوى الطاقة الأخير ليه. 5 6 7، هنا 5. هو فاضل له 3 إلكترونات، هيميل للفقد أكيد للاكتساب، طماع للاكتساب. تمام، يبقى هنا بيتحول لإيه؟ لأيون سالب.
وهنا موجب. طب تمام يا مستر. هنا بقى للأسف في الفلزات في حاجات شاذة شوية، زي مثلا الهيدروجين، أو تعالوا نكتبها بلون تاني عشان إيه نعرف اللي ده شاذ. هنا الهيدروجين أو الكربون. طب ليه شواذ يا مستر؟ لأن الهيدروجين عندك مستوى الطاقة الأخير بتاعه بيبقى فيه إلكترون واحد بس هو من ضمن اللافلزات، ومعاه وبيمشي معاهم في نفس الخواص. والكربون فيه 4 بس، وبرضه بيميل للفقد. طيب كده عرفنا يا مستر الفلزات بتميل للفقد واللافلزات بيميل للاكتساب، عفوا الكربون بيميل للاكتساب. طب ما تيجي نسهلها على نفسنا شوية. احنا لسه قايلين من شوية ان ده بيحب يكمل نفسه، او بالخمسة دول بيبقوا 8 في اللافلزات. طب ما هو كده طماع. فتعالى ايه نبسطها على نفسنا مثلا، ونقول مثلا ان الفلزات دي كرمة، ودولت بخلة، او مش بخلة بقى، طماعين. يبقى دولت طماعين بيحبوا ياخدوا كل حاجة، ودولت كرمة. طيب وبكده خلصنا الخواص الكيميائية. طب الخواص الفيزيائية بقى يا مستر؟ احنا اتفقنا ان الخواص الفيزيائية دي اللي احنا بنقدر نشوفها بعينينا او بنمسكها. زي مثلا ايه الحاجات اللي احنا بنقدر نشوفها؟ زي التوصيل، درجة توصيل المادة دي او العنصر ده للحرارة او الكهرباء، او اللمعان والبريق بتاعه، او اصلا صورة العنصر ده في الطبيعة ايه، يعني هو هل هو سائل، هل هو صلب، هل هو غازي. تعالوا نشوف الكلام ده دلوقتي. احنا عندنا الفلزات كلها بنلاقيها في الحالات الصلبة او في الصورة الصلبة. عناصر مثلا زي ايه عندنا؟ زي الصوديوم، او مثلا الفضة، الحديد، والنحاس. كلها في الحالة الصلبة ما عدا عنصر واحد بس هو اللي سائل، واللي هو الزئبق، والرمز بتاعه هو Hg. وخد بالك عشان في ناس كتير قوي بتتلخبط ما بين عنصر الزئبق وعنصر الفضة. طيب اللافلزات يا مستر بتبقى صلبة او غازية. طب صلبة زي ايه؟ زي الكربون، واللي اسمه الشائع عندنا الجرافيت. زي برضو الكبريت والفوسفور واليود. طيب غازية بقى زي ايه؟ عندنا زي الهيدروجين، زي الاكسجين، زي الهيدروجين والاكسجين. وعندنا عنصر واحد بس هو اللي سائل في اللافلزات، وهو البروم اللي رمزه Br. وهتلاقي كل الحاجات دي او كل الرموز دي هي بس مجرد امثله هتلاقيها معاك في كتاب الامتحان. ما عدا البروم Br. تعالوا نكمل معانا المقارنه بقى بتاعتنا. طب كده عرفنا الصوره العناصر بتتواجد فيها. تاني حاجه البريق او اللمعان، زي كده اللون ده. هل الفلزات ليها بريق زي اللافلزات؟ اكيد طبعا لا. اللي ليها هنا لمعان معدني او بريق هي الفلزات، له او معاها بريق معدني، بريق معدني، يعني اللي هي لمعة، زي ما احنا مثلا قايلين في الامثلة الفضة. لكن هنا ليس لها بريق
معدني. يعني انت عمرك معدني. يعني انت عمرك شفت مثلا حتة فحم اللي هو الكربون بتلمع؟ اكيد طبعا لا. تاني تالت حاجة وهي توصيل لدرجة الحرارة، توصيل للحرارة او للكهرباء. طيب درجة التوصيل دي بقى ايه برضو في الفلزات؟ هي اعلى او موصلة للحرارة او للكهرباء. لكن الفلزات غير موصلة للحرارة او الكهرباء، ما عدا عنصر واحد لسه ذاكرينه اللي هو الكربون، اللي هو ما بيلمعش. بس احنا بنستخدمه في حاجة اغلبكم عارفينها، اللي هي البطاريات بتاعة الريموت. البطاريات الريموت دي بتبقى مصنوعة من حاجة اسمها العمود الجاف. العمود الجاف ده اصله اصلا كربون، فهو بيوصل الكهرباء. يبقى ما عدا الكربون او الجرافيت. وعشان لما يجي يسألك مثلا بيستخدم في ايه، تبقى احنا عارفين اللي هو بيستخدم في صناعة العمود الجاف. وعرفنا ايه هو العمود الجاف، حيث يستخدم في صناعة العمود الجاف. آخر حاجة عندنا وهي قابلية السحب والطرق والتشكيل. قابلية السحب والطرق والتشكيل برضو تعالوا ناخد أمثلة من العناصر اللي احنا قلناها. الحديد مثلا، كلنا عارفين اللي هو احنا بنسيحه بنعيد تشكيله لحاجات كتيرة جدا. مثلا بنعمل منه الخرسانة بتاعت الأساس، أو بنعمل منه العربيات. فالفلزات قابلة للطرق والسحب والتشكيل. الكربون بقى ولا هو قابل للطرق ولا السحب ولا التشكيل. وحتة الفحمة دي لما مثلا بنرميها بتتكسر، هل هنعرف نرجعها تاني؟ طبعا لا، يبقى غير قابل. آخر خاصية عندنا في الخواص الفيزيائية وهو الانصهار. الانصهار هي قريبة جدا أو شبه خاصية القابل للسحب والطرق والتشكيل. الحديد قابل للانصهار، عشان كده بنعرف نعيد تشكيله. لكن الفحم غير قابل للانصهار. لو سيحناه أو مثلا لما بنيجي نولع حتة فحمة، لما بتسخن خلاص بتبقى حتة غبار ما بترجعش تاني. فهنا قابل للانصهار وبيستحمل درجة حرارة عالية، يعني انصهاره عالي. طيب لكن هنا غير قابل، او درجة انصهاره نمسحها خالص، انصهاره قليلة. يبقى ملخص كده الخواص واحدة واحدة. الخواص الكيميائية، الفلزات اخر عنصر اخر مستوى طاقة ليها في الكترون 2 3 سميناها الكرمة. الفلزات 5 6 7 سميناها طماعين، انها بتميل للاكتساب، دي بتميل للفقد. يبقى الفلزات بتميل للفقد ايون موجب، بتميل للاكتساب الفلزات ايون سالب. كرمة بخلة، سهلها على نفسك، كرمة بخلة. طيب الخواص الفيزيائية، اول حاجة قلنا هنا كله صلب ما عدا عنصر الزئبق Hg. هنا في صلب وفي غاز ما عدا البروم سائل. ده قابل لكل حاجه. يعني مثلا ايه قابل لكل حاجه؟ قابل للتوصيل الكهربي، قابل للتوصيل الحراري،
له خاصية البريق المعدني، قابل للترك والسحب والتشكيل، درجة انصهاره عالية. لكن هنا كله قليل ما عدا ملحوظة واحدة بس، اللي هي التوصيل الكهربي والحراري. في اللافلزات الكربون او الجرافيت لا قابل للتوصيل الكهربي والحراري، مش غير قابل، هو قابل لان احنا بنستخدمه في العمود الجاف. طيب وبعد ما خلصنا الخواص الفيزيائية والكيميائية للفلزات واللافلزات، عاوز ارجعك كده تاني لاول الحصة. قلنا ان العلماء قسموا العناصر لفئات، فئات في منها فلزات في لافلزات. تمام. في بقى معلومة ليك انت زيادة للاطلاع فقط، ان في فئة تالتة معاهم اسمها اشباه الفلزات. وكل اللي انت محتاج تبقى عارفه عنها ان اشباه الفلزات دي خواصها بتجمع ما بين اللافلزات والفلزات، بس كانت فيزيائية او كيميائية. بس كده. تعالى بقى نحل على الجزئية اللي احنا شرحناها دي. عاوزك توقف الفيديو، وبعد ما اقول لك السؤال ده توقف الفيديو وتفكر فيه كده دقيقتين وتحله، بعد كده تشوف الاجابة الصح معايا. السؤال بيقول ايه؟ هل الفضة يمكن تشكيلها بأشكال مختلفة؟ جاوب نعم أو لأ مع ذكر السبب. وهل الإجابة بتاعتك دي هتنطبق على عنصر الفوسفور ولا لأ؟ وقف الفيديو. ويلا بينا نحل السؤال. السؤال بيقول ايه؟ بيقول الفضة ال AG اللي هي من الفلزات يا مستر، والفلزات قابلة لإعادة التشكيل، فيبقى كده هل هي ممكن تشكل بأشكال مختلفة؟ طبعا السبب لأنها فلزات قابلة لإعادة التشغيل. طيب الفوسفور، هل الكلام ده ينطبق على الفوسفور؟ طبعا لا يا مستر، لأنه لا فلزات فغير قابل لإعادة السحب والطرق والتشكيل. طيب تعالوا نحل سؤال تاني من كتاب الامتحان. بسم الله. السؤال بيقول في الدائرة الكهربية المقابلة يضيء المصباح الكهربي في حالة توصيل الطرفين X Y بكل من المواد التالية ما عدا. هو عشان يضيء لازم الطرفين دولت أو العنصرين دولت يبقى عندهم توصيل كهربائي. العناصر اللي عندها توصيل كهربائي فلزات، وإيه تاني؟ لا فلزات عنصر الكربون أو الجرافيت حالة شاذة، اوعى تنساها. يبقى عندنا اهي أول حاجة الخرسين ZN من الفلزات يا مستر. ب جرافيت ليس من لا فلزات بس قابل للتوصيل الكهربي. الفوسفور، فوسفور لا فلزات وما بيوصلش كهرباء، يبقى هو الإجابة الفوسفور. والفضة طبعا فلزات. تعالوا كده نشوف سؤال تاني. الجدول ده بيقولك الجدول التالي يوضح خواص 4 عناصر. تعالوا الأسئلة اللي شبه دي نمشي بالاختيارات أحسن، يعني نمشي نشوف الإجابة. ومثلا عندنا العنصر اهو WXYZ، هنا W، فبنشوف ال W ده عبارة عن ايه ونمشي الحالات الفيزيائية بتاعته والتوصيل الكهربي واللون وهكذا. تعالى مثلا ألف بيقولك ال W هو كبريت. بسم الله. W كبريت. صلب رديء التوصيل نعم لأنه من اللافلزات. ملون نعم. طيب الواي غاز. هيدروجين غاز صح. رديء التوصيل صح. عديم اللون صح. طيب زد البروم، بروم سائل يا مستر صح. جيد التوصيل صح. ملون لا، ثانية واحدة، جيد التوصيل ازاي؟ ده انتوا نفسكم المفروض تقولوا لي ازاي يا مستر، ده هو اصلا من لافلزات، ده حالة شاذة الوحيد اللي سائل BR. يبقى لافلزات يبقى غير جيد للتوصيل، يبقى كده ألف غلط. طب ب كربون، كربون لسه قايلين اللي هو ملون. الكربون عمره ما يبقى ملون، الكربون دايما اسود فحم. طيب والهيدروجين والزئبق مش مهم، مش لازم نكمل مادام اصلا اول واحده ما نفعتش. طب ج
اكس كربون، اكس صلب جيد التوصيل اسود، لسه قايلين الكربون اسود، طيب وهو جيد التوصيل الوحيد من الفلزات اللي جيد التوصيل. واي اكسجين، اكسجين غاز رديء التوصيل عديم اللون، صح. طب زيت زئبق سائل جيد التوصيل وملون، الوحيد من الفلزات السائل وهو جيد التوصيل وملون، يبقى ج صح. تعالوا نتأكد ان ده الغلط. كبريت اكس اسود، قلنا الكبريت ممكن يبقى ملون عادي. واي تمشي عليها غاز رديء التوصيل وعديم اللون، لكن البروم سائل جيد التوصيل، بروم ليس جيد التوصيل، يبقى الإجابة الصحيحة هي ج. تعال نشوف في أسئلة تاني. لا. طيب يلا بينا نخش على الجزء التاني من الدرس، وهي الرابطة الفلزية. من اسمها كده رابطة فلزية، هي رابطة بتحصل بين الفلزات، يعني مينفعش تحصل بين اللافلزات، يبقى فلزات. طيب الرابطة الفلزية دي هي بتجمع ذرات فلز الصلب في شبكات أو في ترتيب منظم. يعني مثلا بيبقى كده، الترتيب ده بنسميه شبكة بلورية فلزية. فلزية. يعني ايه شبكة بلورية فلزية؟ واحدة واحدة. احنا قلنا وعارفين ان الفلزات كرمة تفقد بتتحول لايه؟ ايونات موجبة، بتتحول لايونات موجبة. الايونات الموجبة دي بنسميها كاتيونات، والايونات دي في الترتيب ده هي الشبكة البلورية الفلزية. طيب الشبكة دي الايونات وهي كده، احنا مش من الصبح عمالين نشوف الخواص ونقول لازم مستوى الطاقة الأخير يبقى فيه إلكترونات 1 أو 2 أو 3. طيب يعني لازما الأيونات دي يدور حواليها إلكترونات. طيب الإلكترونات دي المنطقة اللي هي بتدور فيها أو اللي هي موجودة فيها اسمها سحابة. طيب وهي احنا قلنا إلكترونات، إلكترون، وهي في الآخر أو في مستوى الطاقة الأخير في إلكترونات التكافؤ. يبقى ده كده اسمه ايه؟ سحابة الكترونات التكافؤ، واللي جوه ايونات بيبعدوا عن بعض. لا. طب ليه ما بيبعدوش عن بعض يا مستر؟ ده سالب وده موجب، وغير كده او لان ده سالب وده موجب فبينشأ بينهم قوة تجاذب اللي هي ايه؟ الرابطة الفلزية. يبقى الرابطة الفلزية، او تعالوا تحت في الوسع، يبقى الرابطة الفلزية عبارة عن ايه؟ عبارة عن قوة، هي قوة التجاذب بين الأيونات الفلزية، ما ينفعش لا فلزية، الموجبة، وإلكترونات أو السحابة سحابة الإلكترون التكافؤ. طب برضه يا مستر الكلام كبير قوي ومجعلص كده، عاوزين نبسطها أكتر من كده. بص، تعال نقسم التعريف حاجة حاجة. سحابة إلكترون التكافؤ. ايه هو الكترون التكافؤ الاول؟ عندنا مثلا عنصرين، تمام؟ عندنا نحاس والومنيوم. النحاس اهو والالومنيوم. طيب متفقين ان هما فلزات، يعني كرمة، يعني بيفقدوا بيتحولوا لايونات موجبة. طيب
يعني بيفقدوا ايه؟ بيفقدوا اخر الكترونات او الالكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الأخير. بيفقدوا الكترونات مستوى الطاقة الأخير، بتبقى موجودة فين دي؟ نمسح بس الموجب ده، عرفنا ان هي بتحول لأيونات موجب. الكترون مستوى الطاقة الأخير دي بتبقى موجودة هنا بينهم. طيب يبقى الإلكترونات دي هي دي كده إلكترونات التكافؤ. طب إيه اسم سحابة ده؟ المكان اللي هي بتبقى موجودة فيه دي ما بين العنصرين، ما يعني العناصر أو الإلكترونات دي ما بتبقاش ملك لعنصر معين. يعني الإلكترونات دي كلها ما بتبقاش ملك مثلا الألمونيوم لوحده أو للنحاس لوحده، بتبقى شرك بين الاتنين. وعشان هي شرك بين الاتنين في المكان الفاضي ده العلماء سموها باسم سحابة. فدي كده سحابة الإلكترونات التكافؤ. طيب تعالى ندي مثال. واحد مثلا بيبني بيت، تمام؟ فالبيت عبارة عن طوب، فجاب الطوب ده طوب. الطوب ده بالنسبة لنا الأيونات الموجبة اللي هي الكاتيونات اللي الفلزات بتتحول لها لما بتفقد، تمام؟ هل الراجل ده هيجيب الطوب بس كده ويرصه فوق بعضه والبيت هيتبني وهيبقى متماسك وقوي؟ طبعا لا، هيحتاج حاجة اللي هو الأسمنت. الأسمنت اللي بيبقى بين الطوب ده، أو تعالوا ندي الأسمنت لون تاني، الأسمنت ده اللي بيبقى بين الطوب ده عشان يمسك الطوب ويخليه متماسك وقوي. أو الأسمنت ده هي إلكترون التكافؤ اللي بيبقى في مكان اسمه إيه؟ سحابة. إلكترون التكافؤ. يبقى هنا عرفنا إلكترون التكافؤ وعرفنا الأيونات الموجبة، والرابطة الفلزية بتعمل على جذب أو ربط الأيونات الموجبة دي بإلكترونات التكافؤ. ودي أبسط حاجة عندنا النهاردة اللي هي الرابطة الفلزية. يعني أنت ممكن تتخض من الأسامي في الأول وتفتكر هي أصعب حاجة، بس هي سهلة جدا. طب إيه هي أهمية الرابطة الفلزية دي؟ عاوزك تعرف حاجتين عن الرابطة الفلزية. الرابطة الفلزية هي بتعتمد على بعض الخواص الفيزيائية، أو الخواص الفيزيائية تعتمد عليها. الخواص الفيزيائية هي اللي بتعتمد عليها. إزاي يا مستر؟ الرابطة الفلزية دي مسؤولة عن درجة الصلابة بتاعة الفلزات، وكمان درجة انصهارها. طيب يعني هي مسؤولة عن درجة الصلابة ودرجة الانصهار. طب هي بتعتمد على ايه بقى؟ تعتمد على الكترونات التكافؤ. يبقى حاجتين مهمين عايزك تعرفهم عن الرابطة الفلزية، مسؤولة عن ايه وتعتمد على ايه. مسؤولة عن الخواص الفيزيائية للفلزات، درجة صلابة، درجة انصهار. طيب تعتمد على ايه؟ تعتمد على الالكترونات التكافؤ. تعالى ندي مثال عشان نفهم. بص، عندنا صوديوم Na11 Na11 Na11، وعندنا ألمنيوم Le13 ومغنيسيوم Mg12. هنا اهو 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 8 3 2 8 2 2 8 1. هنا ده عنده عدد واحد بس من الإلكترون، ده 2 ده 3. ده درجة
الصلابة بتاعته هتبقى قليلة، درجة الانصهار بتاعته هتبقى قليلة. هنا هتبقى أعلى من الصوديوم قليلا. طيب الألمونيوم ده بقى هيبقى أعلى من الاتنين، ده هيبقى الأعلى. يعني كده استنتج إن في علاقة بين عدد الإلكترونات والرابطة الفلزية. كل ما زادت عدد الإلكترونات زادت الرابطة الفلزية، يبقى هناك علاقة طردية بين الرابطة الفلزية وعدد إلكترونات التكافؤ. طب نطبق الكلام ده ازاي في حياتنا؟ تعال انا اقول. بسم الله. من خلال حاجة اسمها إعادة تدوير الفلزات. إعادة التدوير دي واضحة من اسمها، لحاجة مثلا عندنا تلفة أو قديمة بنحاول إن احنا نستخدمها تاني. طيب إعادة تدوير الفلزات عندي مثلا زي الحديد والنحاس، بحاول أعيد تدويرهم. أقول لك أنا زي إيه؟ عارف بتاع الروبابيكا اللي بينادي في الشارع، أو مثلا عمو بتاع الخردة، أهو ده. بجمع مثلا او بروح اديله النحاس القديم عندي او الحديد القديم عندي، هو بيوديه لمصانع بتسيحه وبتعيد استخدامه تاني. فهي دي كده اعاده تدوير الفلزات. طب انا ليه بعمل العمليه دي؟ ليه؟ عشان العناصر دي نادره، نادرة وجودها في القشرة الأرضية، اللي هي الفلزات بشكل عام نادرة في وجود القشرة الأرضية. تاني حاجة تكلفة. تكلفة ان انا ادور عليها واعمل مناجم واجيب معدات اكبر بكتير من اللي انا اعيد تدويرها، ودي هنشرحها تفصيل تاني كمان شوية. تالت حاجة طيب وده لان اول حاجة هي نادرة، يعني نادرة الفلزات بشكل عام، نادر اللي انا الاقيها في القشرة الارضية زي النحاس والكلام ده بيبقى نادر، والذهب. طيب تاني حاجة صعوبة استخراجها من الخام بتاعها. صعوبة استخراجها من الخام، وبيبقى التكلفة بتاعته عالية، وده هنشرحه باستفاضة كمان شوية. تالت حاجة وهي تكلفة اللي أنا لسه هحفر وأعمل مناجم وأجيب معدات عشان أبحث عنهم في القشرة الأرضية، أكيد أكبر بكتير من اللي أنا أعيد تدوير اللي أنا مطلعه أصلا. طيب آخر حاجة معانا في درس النهاردة وهي السبائك. قلت من شوية إن صعب استخراج الفلزات من الخام بتاعها. ليه بقى؟ لأن الخام النقي بتاع الفلزات بيبقى هش ولين وضعيف، فأنا عشان أعرف أستخدمه ويبقى زي الحديد مثلا صلب وقوي، بقعد أضيف مصاهير فلزات على بعض. يعني مصهور فلز على مصهور فلز آخر،
او عدة مصاهير، مصهور فلز تالت. طيب الفلزات دي خواصها بتختلف، يعني مثلا هنا خدت فلز مثلا نحاس، هنا خدت حديد، هنا خدت مثلا حاجة تالتة خدت زئبق. فالخواص بتاعت المصهور اللي بتطلع ده خواصها بتختلف عن الفلز، يعني مش هتبقى كلها شبه النحاس، مش هتبقى كلها شبه الحديد، الخواص بتاعته بتبقى مختلفة. طب هيجي واحد يقول لي مثلا يا مستر، طب ما خواصها مختلفة والشكل بتاعها هيبقى مختلف، ده هش وده لين، هيديني حاجة صلبة، طب ما يبقى عنصر جديد ونزود ال 118 عنصر دول. هقول له لا، انا هنا بص، انت لو خدت بالك انا ضفت مصهور فلز ومصهور ومصهور، انا ضفت مصاهير لكن كلها فلز، فاهم قصدي؟ فانا ما عملتش مركب جديد، فهو نفس المصهور، ما غيرتش حاجه، انا بس ايه، حاولت اضيف له مميزات من مصهور اخر، من فلز اخر، لكن النتيجه واحده. عندنا مثال على السبائك، وهي سبيكه القصدير. سبيكه القصدير دي احنا مثلا بنستخدمها في صناعه التماثيل، في صناعه العملات المعدنيه، ومعمول منها تمثال قصر، تمثال اسد قصر النيل. سبيكه القصدير دي هي مصنوعه من النحاس والقصدير. طب ليه يا مستر؟ لان النحاس الخام بتاعه هش، لكن القصدير صلب. فاحنا عملنا ايه بقى عشان نخلي السبيكه دي الجنيه المعدن الكوين بتاعنا يبقى صلب وناشف؟ عملنا 95% نحاس و5% قصدير، فبقت السبيكه صلبه لا تصدأ وليها عمر اطول. طب تعالوا احنا كده الحمد لله خلصنا الدرس، وخلاص شرحنا الرابطة الفلزية وعرفنا الفرق بين الفلزات واللافلزات، وعرفنا كمان اهي سبيكة البرونز، المكونات تتكون من 95% و5% قصدير، أكثر صلابة من النحاس وعدم قابليتها للصدأ، نعمل منها الميداليات والتماثيل والحلي. تعالوا نحل التقييم ده. عاوز برضو تدي لنفسك مهلة وأكنه اختبار صغير ليك انت، اقفل الفيديو او وقفه، حل الاسئله وافتحه تاني ونحلها سوا مع بعض وصحح لنفسك، ده هيبقى احسن ليك انت. ولو عاوز حل بقيه الاسئله دي تابعنا، وهننزل حلها ان شاء الله قريب جدا. وتابعنا كمان لاننا هننزل شرح المنهج بالكامل الترم ده على اليوتيوب. بسم الله. بيقولك يحتوي مستوى الطاقة الأخير لذرات اللافلزات على 1 إلكترون، 5 ل7، 3 إلكترونات و8 إلكترونات، طبعا قلنا 5 ل7، والفلزات 1 2 3. طيب كل مما يلي من خواص الجرافيت عادة، الجرافيت ده اللي هو الكربون. طيب يا مستر ده أنا عارفه اللي هو لافلز وبينطبق عليه كل خواص اللافلز ما عدا إنه جيد التوصيل للحرارة، جيد التوصيل للحرارة هو الكهرباء. طيب هو لافلز صح يا مستر. سهل التشكيل؟ لأ. جهة التوصيل؟ نعم. يبقى هي سهلة التشكيل هي اللي غلط. طيب العنصر السائل الذي له بريق ولمعان معدني، بريق ولمعان معدني يعني فلز. طيب البروم عندك لا فلز، اللي هو اللا فلز السائل الوحيد البي ار. طيب الكلور برضو غير لا فلز، كلور سي ال لا فلز، والليثيوم ال اي برضو عندك لا فلز. يبقى الإجابة الصحيحة هي الزئبق، هو الزئبق الفلز الوحيد السائل اللي احنا قلنا عليه. طيب بيقول لك هنا سؤال، إذا كانت درجة صلابة الصوديوم Na11 على مقياس الصلابة تساوي نص Na11، فصلابة الألمنيوم لها علاقة بالرابطة الفلزية. قلنا إن الرابطة الفلزية كل ما عدد الإلكترونات التكافؤ بتزيد هي، فهي المسؤولة عن إيه؟ درجة الصلابة درجة الانصهار، فبالتالي درجة الصلابة هتزيد. مش شرط تبقى هي ملهاش أرقام عليك أنت،
فهي الاختيارات عندك اهي، هو بس عاوز يفهمك ان هي المفروض تبقى اعلى من نص. فانت ما تحاولش تدور على ارقام وتحفظها، لانها هي بالنسبه لك ملهاش ارقام ثابته. طيب علل لما ياتي. درجه انصهار الفلزات اعلى من درجه انصهار اللافلزات. لسه شرحنا هنا ساب الرابطه الفلزيائيه، وهتشرحوا الرابطه الفلزيائيه بتعمل ايه. طيب تمثال اسد كوبري قصر النيل غير قابل للصدى، لأنه يتكون من سبيكة القصدير والنحاس. قصدير 95%، نحاس 95%، قصدير 5%، وجعل النحاس أكثر صلابة وكمان غير قابل للصدى. تمام. بيقولك صوب ما تحته خط. ترجع صلابة الفلز إلى ارتباط ذراتها ببعضها برابط إيه؟ سائلين احنا قلناها كتير النهاردة، روابط فلزية وليست أيونية. طيب نسبة القصدير في سبيكة البرونز. سبيكة البرونز طبعا 5%، النحاس 95. طب تعرف عملية تحول النفايات إلى مواد جديدة صالحة للاستخدام بعملية التلوث البيئي. قلنا بنجيب حاجة قديمة نحاول نستخدمها تاني، يبقى هي إيه؟ إعادة التدوير. يستخدم الكبريت في صناعة العمود الجاف، مش الكبريت، واوعى تتلخبط ما بين الكبريت والكربون. ليه؟ اسهل حاجة ان الكبريت ده ملون والكربون هو اسود، وده سي الكربون او اللي احنا بنسميه جرافيت. طيب قارن بين الفضة والفوسفور من حيث التوصيل الكهربي. الفوسفور التوصيل الكهربي بتاعه ما بيوصلش كهرباء ارضا اصلا، غير قابل للتوصيل الكهربي. الفضة فلز قابل للتوصيل الكهربي. ماذا يحدث عند خلط مصفور فلز الذهب مع مصفور فلز النحاس؟ الذهب ده احنا لو شفنا الخام بتاعه بيبقى هش جدا، هش جدا. فلما بضيف عليه النحاس بزوده صلابة، يعني النحاس أقوى من الذهب شوية، فبيزودوا صلابة، يزودوا صلابة. وبس كده يكون خلص درسنا النهاردة، وإن شاء الله تبقى حلقة خفيفة أو حصة خفيفة عليكم، وتكونوا فهمتوا واستوعبتوا المعلومات بشكل كويس. لو حد عنده أي أسئلة ياريت يبعت تحت في الكومنتات، وتابعونا لأننا هنشرح بقية المنهج كامل إن شاء الله على اليوتيوب. السلام عليكم.